شعبنا السوداني الطيب، مطاكم الله بالصحة والعافية أينما كنتم، وربنا يصلح الحال ويشفي ما زالت نحن في شبيحة الإجرام اللي ماشي، وقلنا الحرب وكأنك من ما بدأ نفس الطريق الزمانك هو اليوم ماشي، ولا الليلة والمعاناة بتاعت المواطن ماشي ل لقتل بنفس الطريقة، إذا كانت في أرياف وإذا كانت في عاصمة. أيوة. أوكي I give you wait just 1 minute. wait صدقونا ارسم هنا وما ارسم هنا. بنفس الإشكالية نحن خاشين في نفس الله بصحة والعافية أينما كنتم، بنفس الموضوع القديم، إنما هي حشد الناس لقتل الشعب ولا بدون مبالاة. يعني الجيش بيقتل الشعب، يعني تفتكر الجيش اللي بيقف معه الشعب هو اللي بيقتل الشعب لليل ولبكره ونفس الطريقه الاول والكار والبدره والمستشفيات هم ذاتهم، واللهم بيشيلوا بجدولك للزول الاخر. انت ما معانا معناته مع اسمه شنو؟ يا بنت خلاص كده دقيقه كده ويت معناته انت ما معانا، انت مع جنجويد على حسب وصف لهم دايرينه يعني. اوكي خلاص يا بنت كده خلاص دقيقه عليك. لا انت من وين كنت؟ شيل ده جيبه. يلا بدي مشكلتك. بنفس الكيفيه يعني احنا عايشين في نفس الوضع القديم والوضع الجديد. اوكي stay here wait like this. اوكي انت شكلك اوكي يعني خطرنا كده، جيشنا يقتلنا، جيشنا السوداني الطيب ده هو اللي بيقتلنا لحد الان. ما زالت احنا نبات بين طرف الجيش السوداني. مستشفيات تضرب بنفس الصواريخ الممولة من الدولة نفسه. وانا امشي لك هنا اجيب لك الموضوع ده من وين كان دقيقة كده، لانه التقنية جديد، التقنية جديد بس شوية مجهجين لك. لكن يعني المستشفيات الضربة في الخرطوم كأنك يا عبزيت بقول لك ما خزيت. نفس الناس ديل هم ديل مساكين دي كاملة اتدمرت بكاملها، ودي كانت غرفة لحالات التي بي قبل ما احنا نرحلوه. فالسرير اتدمر لكن ما كان فوقه مريض، وكل الاريا دي العنبر والغرفة غيار اتدمرت بالتمام. احنا ما شغالين جوا المستشفى مواصلين العلاج، لكن احنا بنعمل. اوكي صدقنا ويت انا اعرف الشبكه اللي مشت وين في اشكاليه. صدقنا ما تكركر لي لو سمحت خلينا الحاجه دي في جنوب كردفان في الخارج. فإحنا الناس دي عزفناهم هنا، رقدنا هنا معاهم حتى ما الصباح إحنا حولناهم. أول قصف قام دق المستشفى ومسافة 100 متر ب2 قنابل، وقع في مسافة 100 متر من المستشفى. القصف نمر 3 هو قدر دمر المستشفى ب2 قنبلة. كفارة يا ناس هنا راديو ده في جبال النوبة لما سري جنجويك. ايوه امتى مع اساسه نهبي. المشكله وين يعني؟ احنا عارفين اكتر منهم. والله اهلنا في خرطوم يعني مش عشان هم ما عندهم علم، لكن متخوفين. الخوف ده ما بحررهم. نفس المشاكل ده يوم من الايام هيحصل لهم هنا. انا اشيدهم برضو عشان يقفوا مع الشعب حس المضرة دي، لأنه يوم من أيام الحكومة ده لو لسه قاعد لسه هم هيوصل لهم نفس المشكلة. لازم هم يقفوا وقفة واحد ويكون عندهم كلمة واحد، ينادوا للمجتمع الدولي عشان يشوفوا المشكلة بتاع جنوب كردفان. هؤلاء الناس يعني على سلطة السلطة بيمارسوا يعني البطش والقتل العشوائي وتشريد للمدنيين ومنع الإغاثة
ومن المواطنين يعني من حقوقهم الأساسية أنهم يأخذوا إغاثة وكده، وده حق مكفول بالقانون يعني حسب القانون الدولي. فالحكومة استخدمت حتى الغذاء والدواء كسلاح ضد المدنيين. فأنا أفتكر أنه رسالة الشعب السوداني ما لم نحن كلنا نتكاتف يعني لتغيير هذا النظام، السودان هيتجزأ ويتقسم لعدة دويلات، وبعدين نحن هنندم على يعني حاجة اسمها السودان. إحنا ناس إنسانيين، فبالتالي إحنا كموقف إنساني إحنا كدكاترة وممرضين إحنا بنواصلوا الشغل بتاعنا حتى لو في الجو غير عادي. يعني زي اليوم الطيارة ضربت هنا، إحنا جارين الطيارة بتكون جاري فوقنا، إحنا جارين بنشيلوا المعدات على أساس إنه إحنا نسقف النزيف الموجود. فإحنا ما بنقيف من الشغل، إحنا بنكون متابعين الشغل حتى نكونوا ضحايا أو حتى نكونوا شهداء للعمل ده. الله أكبر، الله أكبر. جبل النوبة ذاك الجبال زول قال لي بيتقسم بفوت اوريدي. عندك خبر؟ الواحد قال خليك معنا في اللايف. والله يا انا معاك في اللايف ل100%، لكن شفت عندي بس البناء ده عامل لك كنترول في التليفون الثاني ولا انت انا معاك. خلاص اوكي انا معاك في اللايف. هنا جبل النوبة بتاعتك ده اوريدي جون، لكن نكس ده نمشي لك المستشفى الثاني. ترمي لي شغل نمشي لك المستشفى الثاني. انا اوريك له بس هنا. خلاص ويت صدونا المستشفى الثاني يعني البنكر والبقول حكومه ما خصفت مستشفيات بتيران. احنا التقنيه ممكن قلبنا في الوصف. مواطن ابراهيم جده قادم، تعرضنا صباح اليوم لغصب طيران في مستشفى شرق النيل. نحن يا جماعة تعرضنا الليلة يوم 15/5/2023 لهجوم بالطيران. يعني لاحظ دي مستشفى اتعرضت لهجوم بالطيران، يعني ما قاعدة عسكرية ولا وحدة من وحدات الدعم السريع ولا وحدة بتاع الجيش. نحن مؤسسة علاجية بتقدم خدماتنا لكل الناس. هسه حاليا معانا مرضى، معانا مصابين من الدعم السريع، من الجيش ومدنيين، يعني كل فئات الشعب. وفي النهاية يا اخواننا ده صرح علاجي، ما بفرز حاجة اسمها الدعم السريع ولا حاجة اسمها القوات المسلحة ولا الرواق. نحن في النهاية بنقدم خدماتنا للجميع، لأنه ده غصما نحن مادينه. فبالله عليكم حافظوا على البنية التحتية. دي بنية تحتية تابعة لجمهورية السودان، ما تابعة لدعم سريع ولا تابعة لقوات مسلحة ولا تابعة لأي منظمة كانت. نحن خدمة علاجية لكل من موجود في أرض السودان على حسب القسم المادي. وأنا من هنا بدعو كل المنظمات الدولية تجي تزور مستشفى شرق النيل. لو لقيتها قاعدة عسكرية يبيدوها عن بكرة بها، لو لقوا فيها غير الجرحى والمصابين يبيدوها كلها ويحاكمونا نحن بالإعدام بالخيانة العظمى. حكي الكلام ده ما حاصل يا أخواننا. فنتمنى من الله إنه الناس المسؤولة والناس اللي في يدها الحل والناس اللي بتدي التعليمات للغصف دي تراعي نفسها وخاف الله فيها، وفي المواطن الكادح التعبان الما قادر يعيش. حقيقة امسك ده اجري امشي، لان انت شغلك ده بيجري تو ماتش. انزل جو دي. شفتها يا شباب؟ هو حقيقي. اليوم دي حصلت هشت كذلك بمجموعة آخر، وقال للمواطنين بتاعت البحري، سكان بتاعت البحري هناك، حاولوا فروا. جيش ده الأغلبية بتاعت الجيش بتاعتك اللي انت اليوم تفتكر هو الجيش ده منظومة إجرامي، يعني منظومة مجرمة لقتل الشعب. وإحنا قلنا هم كدي بهذه الأسلوب لازم تمش الوسخ كله تتنظف من جديد. تشيل الكوم الفوق دي، الضباط المستهبلين أمنوا الدولة على حسابهم هم دول يمشوا صف الثاني، صف الأخير من الضباط، من نجمة من نجمتين وتحت ديل ما الفوق منه شوية، يعني ممكن تقول من صغره لنجمتين لثلاثة نجوم ولنجمتين وننزل تحت.
ديل يا هم الجيش ممكن ديل يمشوا يبنوا يأسسوا الدولة زي ما نريدوا هنا، لكن عجز الحطلة زي البرهان امبارح شفناه والمجموعة القاعد دي ما بنفع في هذه الزمن دي ما جيش، دي مجموعة بتاع كيزان. والليلة من أدبر عملوا حشد جديد قال لك جايين ليقتلوكم أجين. ولكن الحقيقة شنو؟ الحقيقة لازم ناس تقف وتقول لا للحرب نعم للسلام، لأنه القد بموت زي ما شفتوا هنا في جبل النوبة. الليلة قالوا حاولوا عملوا الدولة بتاعتهم، يا ما خلاص إحنا قلبنا انقطع. جبل النوبة بيقول عمل دولة، وانت بجاي تعمم لي في جيش دير تحارب بنفس الطريقة بتاع حرب جبل النوبة قبل 10 سنوات. هسه الصور دي بتاع جبل النوبة قبل 10 سنوات، واليوم تحارب هنا في خرطوم بنفس المستشفيات جوا العاصمة. والليل من بحر من اكبر اشحة صواريخ ده بصوم بشنو؟ الصواريخ اللي شفناه ده بضربوا معسكرات في الجبال بعيد، ما بضربوا ببشر ومواطنين ساكنين. قال لك لا، عشان كان في الدعامي واحد من الدعم السريري ولا واحد من الجنجويد نضربوا بصاروخ نخسر فيه تايرة كامل عشان زول واحد. جبال النوبة على كله في النهاية الحرب المشهدة في النهاية نصن ولا أنجز منه ولا حاجة. موارد تخصف، شعب تقتل وتحرق وتزج بهم إلى جهنم. أي يعني قد تخسر الدنيا وآخرة في الفارق. وانت تعلم وانا عالم بانه الحرب ده حرب ليس ديني ولا ليس مصطلحي، حرب من مصلحه لاثبات وجود الكيان الشمالي السودان في السلطه. يعلم الله واحنا وانتم وكل الناس بيعلموا هذا الكلام ده حق. ولكن بس جنجويد رباطه، جنجويد رب جنجويد دقه ما كده. انت كلام تقول هسي ده هتصب عليك. قد بموت ناس من اجل منو؟ من اجل بقاء الاخرين. الاخرين الهاربين ديل هم بقائهم. امبارح ظهر برهان، وبرهان ظهر دي الناس افتكروا خلاص ده النصر. لا وساقوا الناس من اطبرا اليوم ويجوا عشان يجوا يقاتلوا تاني. قال بانه خايد ظهر بطوله نجسه ساكت، بطوله فارقه ما فيش. شوف هاي ايها الجنجويد، ايها الطرب المجموعه القاعده اللي قدام السري ديل، قوموا فوق. مش قال لكم مرفين؟ بعرف ما بعد اخوه المرفين كبس. المرفعين الكبس ده واضح جدا يعني شنو؟ مش قلتوا بل وبل وكلام تقول جاي ببلوا البل زي البل زي ما تقول. خلاص انت قلتوها بل، هي احنا نفسرها كده. مرفعين كبس ده معناته شنو؟ سرعه وحزم وجاهزيه. السرعه وحزم هم بيقولوا لك، فسرناه كيف؟ جاهزيه نجهز الخراطيش، سرعه البوابير الشفاطه. على طول بلة القيادة العامة ده كله كده أبو مويا. Take this phone there, please. Go listen there. Go inside. شفتها؟ بعدك نفس شنو؟ بلة القيادة العامة أبو مويا محل الحفار اللي فيها الفار في الجحور ده. برهان البطل عليكم كده بيعمل بطوله فارغه وبرجه ده باللوبه مويه. ابو مويه خليه يمرق، جر المويه من البحر. اذا كان مويه قطع محل الهو داخل النفق 6 توابق عند الارض ده ارضي ده اندر جراوند. ابو مويه هناك خيانه ده في كوفه مويه خليه اب له واتتي. يعني هو الفيران ده تطلع كيف؟ فيران لو عذبوكم في زراعه ولا في محل بعبوا فيه مويه عشان يطلع يا يموت يا يرحل. ده بقت شبيهه بالفيران ليس خيانه. هو
الشعب ده قاعد بيتعذب من برهان ده بس، في شنو تاني؟ والضباط الاثنين ثلاثه وصلوا معاه ده ابوه مويه وخليه يطلع. قبض على انس النور، انس الدجاج، قبض على بتاع محمد، قبض على محمد داعش الجزولي. الداعش الجزولي اللي بيقول للناس اذا ما صليت في العراق لم يقبل الله توبتك، وايه الكلام ده؟ لم يقبل صلاتكم الله الا تصلي في بغداد. محمد الداعش الجزولي تعرفوه كويس طبعا، عارفين انك جاي يعني كويس. والدواعش من هذه النوع كثر، وهم الدواعش دي الذين قائدين اليوم الحرب في داخل الخرطوم، وليس برهان. برهان ليس قائد، برهان متسلل وخايف. طلعته ذاته طلع بيعمل بيرك لانه قدر يعمل اتفاقيه بتاعت يلوح لمواطنين بانه انا ايام الجاي انا افتكر ده بيحصل، انا ياهو برا وانا امام الجيش وباذن من الناس حميتي ذاته باذن منهم هم نطلع نعمل بيرك كده، وبعد شويه بعد يومين ثلاثه انت تطلع تعمل بيرك، وبعد شويه نعمل اتفاقيه. ده خلبطه كده في دماغه، انا بتخيل لي، بس بتخيل لي خلبطه شويه ونعمل اتفاقيه. وده شغل بتاع السياسه طبعا، بتاعت السياسيين كده. سياسه ما في عدو ولا صديق. نعمل خلبطه كده، نعمل شو برهان فرس يمتي سكن، بعد شويه يومين ثلاثه نمشي شنو، نعمل فورات ونقعد نحكي عن نرجع، لانه برهان عنده ضمانات من السيمتي بانه لا يقتل. بلهم اقتلهم وديهم وجيب كلام اللي بيقولوا ده ناس طير، المجموعه من الطير بيقول ده، والحماسات العاليه الوهميه دي. الجيش والدعم اللي بيتداقوا فيما بيناتهم مو من الفقراء من ابنائنا نحن ديل، والمساكين كذلك من ابنائنا نحن ديل، هم اللي قاعدين في الجيش وهم اللي قاعدين بيتداقوا وبيتضاربوا. القد بخسر ابنائه منو؟ سنار، نيل الازرق، اتجاه ده تاني ما في حد. اتجاه هذا الهسي كثير داير نقول لك دارفور يعني كردفان من سبيل ده وغرب كله سوا، هم ده اللي قاعدين بيموتوا بعربها وزرقها. تلقى قاعدين بخسر، الخسائر قاعدين بخسر شبابنا ديل، وكتار منهم شفناهم. الحرب ده قاعدين بخسرهم، والا نحن يعني قاعدين نفرج. هم السياسيين اللي بكره برجوا، القاده اللي بكره برجوا في اعمالهم وبيتواصلوا زي ما هم، والقيت بخسر انت. ويا ما شفنا في الحرب اللي قبل يومين في منطقه يقول له شنو هناك في منطقه الحرب الاولمباري في حرب كدروا. شفتوا انت براكم القيت بموت مين، والقبضوه هناك مين، والعسير مين. انا بس داير نجيبوا لقى العسير ذاته القابضينه هنا دقيقه نتلقى ليه، لانه في التكنيك الجديد. انا في التقنية الجديد. ونشوف زي ما قلنا ناس قوزدونغو، نفس الحاصل في قوزدونغو حصل في اسمه شنو. نقول لك ده وما نطول الفيديو عشان شنو، باقي دقيقتين ما نقدر نفوت الدقائق الكثير ديل ونخلص على كده. ويا هو يا ابزيت ما اخذت قد تفهمني ولا لسه؟ هو دي هو كده يعني يا هو. انا وين؟ انتوا شايفين يا جماعه؟ والله التكنولوجيا انا ده محيرين ليه غير يا جماعه. التكنولوجيا برح لي يا اخي. التكنولوجيا شو سوي ما برا شويه عليك الله. التاريخ الليله يوم 16/5/2023. الحمد لله دين الاسرى تعيين الجيش. ايوه ونحن والله اليوم في المرصاد، اي حته نحن ان شاء الله معاهم. ايوه وليل بعدين في اسرى ثاني في الجهه الاخرى. ايوه تسلموا يا
الفيديو ده اللي يسرقوني ان شاء الله يسرقوني. تسلم يا اخي. ابشر يا جناب ابشر ابشر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يوم ظل الفنون بنجاح. الله اكبر. 16/5 الليله 16/5 يا جماعه. ايوه الله يسلمك. الكلام ده أول أميس. طيب الكلام دي أول أميس. كده هنا في إشكال هنا في نظام التكنيكا دي. أنا ما أعرف لحد الآن الوضع ده ما فهمته كتير. الوضع ده أنا لسه ما وقع علي يا جماعة. والله الوضع ده ما وقع عليه لأنه كده مجهجين لك جهجه يا جماعة. يس كويس. نكس بنفس الكيفية ده، لكن ده ما في نفس المنطقة. ده في منطقة مختلف شوية من داك. طيب يا أخي والله ده حكاية بقت حكاية. حكايتنا بقت حكاية زي ما بيقولوها يعني يس يس يس. ده الحكاية الثانية. طيب كلهم عبيد والله كلهم عبيد. قال عدل ومساواة شنو يا اخي؟ شوف الخلق الشيء ما دارين لنا يعب في السودان، ما دارين يعب باذن الله. شفت شعره كيف؟ كسمك يا فوراوي. قال عدل ومساواة. قال والله هنا على بودي خلق ذاتي يا اخي. في عليك عبيد يا اخي عبيد. الناس اللي بيدونوا بعد جامعه جمعيه دفعه كلهم بيدونوا بعد جمعيه والله. قد شو ذاك كاتب فنيت شنو؟ عليك الله. شو ده عندك شعر كيف؟ يا اخي على ابوك لابو شيخ لكم دي ذات. الناس اللي بيدوني بعد ما في حاجه اسمه جيبوا حاجه. تعب اداري. الناس اللي بس قبلهم بس توصيه بس. ما دارين السودان فيه عبيد. نحن هذول هاي يعني كم الفور والمساليت والتامه كله. ما في زول هذا خاصه. خلاص جبال النوبة وكبرها مننا بعيد طلع. احنا فضلنا نحن بجاي. ده ذاته من ضمن التعنت وتسلط وتشبط. وديل ما بشبحونا وديل ما نحن وما زينا وما ياتو وما دايريننا وما يبقى زينا الا عن شنو؟ دول هيتفتت في النهايه وماشيين كده التفتت. وتعنت بتاعت البطوله الوهميه زي هسه شايفينه. ما زلت انت الشعب انتوا ده ذاتكم تنفخوا لكم في قرب اساس مقدود واستحبال. كل الشعب ده تطلع فوق وترفض الحرب. بدل تطلع وتشجع تطلع وترفض الحرب نهائيا. وتطلع وترفض من كان مسببا في الحرب. اذا كان هيمتي هو مسبب في الحرب وهو دخل في الحرب دون جدوى. دخلوهم ديل جابوها كده دخلوها. اما تفاصيلك ده هو من بدا في الحرب. اما بدا ضرب الناس في البدايه منو ده اي دونت كير. هو بدا كرتي جاب جماعته ده الاسلاميين قاموا قالوا جيش افطوا نار. جيش كان ما مستعد. جيش ما لابسوا نعاله. جيش قامت ما لبس سروال وكده جرى وهارب. انا ما عندي شغله بالموضوع ده. انا عندي مواطن اليوم وقاعد في خرطوم معرض للخطوره. طعام ما في مستشفى. ما في اكل ولا شراب. ما في امن في الشارع. ما في اي حاجه. ومواطن ده تقتل. ارواح قد تحسق. والدوله بورا بخارج جبال نوبه قد بتفتت.
ناس جبال نوبة الليلة عالنوا دولة على حسب الأخبار، على حسب الأخبار جبال نوبة اوريدي كده عاينوا قالوا خلاص إحنا حكم ذاتي هنا نسير حياتنا. I don't care about خرطوم والإدارة هناك، لأنه ده تعنت وتسلط وتجبر، ونحن صبرنا على فترة طويلة ما في زول اشتغل بينا شغلة، طلعوا مشوا. ده يعني زي ما حصل. إنما هي المواطن هو اللي بدفع ثمن، وهو اللي جهل من العساكر والتعنت بسبب بأنه الانتصارات بطولة وشجاعة، ونحن فراس. زي ما شفنا المستشفى بتاعت النيل اليوم قبل 10 سنوات 10 years ago ضربت مستشفيات في جبال النوبة، والليلة هم اوريدي فاتوا خلونا ذاته. ديل هم كامل اتدمرت بكاملها، ودي كانت غرفة لحالات التي بي قبل ما احنا نرحلون. فاتوا خلونا السرير اتدمر لكن ما كان فوقه مريض، فكل الاريا دي العنبر والغرفة غيار اتدمرت بالتمام. الحين ما شغالين جوا المستشفى مواصلين العلاج، لكن احنا بنعمل العلاج في الخارج. فاحنا نازل عزافناهم هنا، رقدنا هنا معاهم حتى ما الصباح احنا حولناهم. اول قصف قام دق المستشفى، هيدا طيرانك دي ذاتها مسافة 100 متر. القائد الطيران اللي هو مستشفى ده قنابل وقع في 100 متر من المستشفى. القصف نمر 3 هو قدر دمر المستشفى ب2 قنبلة. كفارة يا ناس هنا الراديو. جبال نوبة ريح دماغه منه خلاص، موتوا خارج قال لكم عنه. والله احنا في خرطوم يعني مش عشان هم ما عندهم علم، لكن متخوفين. الخوف ده ما بحررهم. نفس المشاكل ده يوم من ايام هيحصل لهم هنا. انا اشيدهم برضو عشان يقفوا مع الشاب حسن المضر. اتذكروا هذا الكلام جيدا، اتذكروا هذا المقولة جيدا. هو وقفت، لكن انا كنتونيو دير نوريك بس. قال لكم اذا تعنوا تجبروا وتشبطوا في الموضوع وبانه نحن ما يحكمنا الا نحن نحكم، ونحن خلقونا لك نحكم يا اخي. نحن ونقول نقله ونسوي بالطريقه اللي هم بيقولوا لك، هيجيكم الموت هناك. وقال اسمه محطه قال الشيد وكل ووثق الكثير من الامور المره دي. هو اللي ماشي بالكربون. شفتوا هسه زول الكلام اللي بيقولوا ده؟ زول بدي جبل النوبه ده هسه كلامه ماشي بالكربون. لانه يوم من ايام الحكومه ده اللي لسه قاعد لسه هم هيوصل لهم نفس المشكله. لازم هم يقفوا وقفه واحد، يكون عندهم كلمه واحد، ينادوا للمجتمع الدولي عشان يشوفوا المشكله بتاع جنوب كردفان. هؤلاء الناس يعني على سلطة السلطة بيمارسوا يعني البطش والقتل العشوائي والتشريد للمدنيين، ومنع الإغاثة ومنع المواطنين يعني من حقوقهم الأساسية أنهم يعني يأخذوا إغاثة وكده. فده حق مقفول بالقانون يعني حسب القانون الدولي. فالحكومة استخدمت حتى الغذاء والدواء كسلاح ضد المدنيين. فأنا أفتكر أنه رسالة الشعب السوداني ما لم نحن كلنا نتكاتف يعني لتغيير هذا النظام. السودان هيتجزأ ويتقسم لعدة دويلات، وبعدين نحن هنندم على 10 سنوات يعني حاجة اسمها السودان. إحنا ناس إنسانيين، فبالتالي إحنا كموقف إنساني، إحنا كدكاترة وممرضين إحنا بنواصلوا الشغل بتاعنا حتى لو في الجو غير عادي. يعني زي اليوم الطيارة ضربت هنا، احنا جارين الطياره بتكون جاريه فوقنا، احنا جارين بنشيلوا المعدات على اساس انه احنا نسقف النزيف الموجود. فاحنا ما بنقيف من الشغل، احنا بنكون متابعين الشغل حتى نكون ضحايا او حتى نكون شهداء للعمل ده. مسكينه والله مسكينه، والله مسكينه. على الناس جبال النوبه فاتح خلوكم يا جماعه، ريحوا دماغكم خلاص. It's gone. Game over. طيب نريد وحده وسلام. ده كيف؟ الا بترجى وتحترم نفسك وتخط الارض في وقتها، نخط الجيم اللي فارق. لكن بهذه الطريقه كلنا هنفقد كل شيء. التعنت والتجبر والتسلط، وده اللي قالوا لك في اسمه شنو؟ في خرطوم هناك، ويقول لك نحن وياهو بس نحن اللي نحكم وخلقونا لكن نحكم. يمين بالله الدوله تتفتت حته و باي
الناس اول امبارح بيقولوا احمد كسل قال انا بدافع عن العرب، وفي جماعه كاتبين قبل شويه هنا عن عربي وعرب وجنجويد وحرب. يا اخوانا ما كده، في تقمع. الجيش ده جيش، الجيش السوداني ده جيش، وعظمه بتاعته تقول لك ما في عظمه للجيش، انما فيه مستهبلين بيسوقوا الجيش دي بهذه الطريقه وسايقينه اللي معبر جايبينه هيتحرق بكره. بيتحرق لانه في مرفين لاقى رجال، ورجال لاقوا امهاته وطارق الصلاه، وده كله تيم جاي فرقه مختلفه. الشغله اللي هيذوب شمار في مرقه. الحرب لسه ما بدا يا برهان، الحرب لسه الناس ما كعمونا عالم عشان يقوموا للحرب. انا ما نشجع الحرب، لا للحرب، نعم بالسلام. ما بشجع زول السودان اللي يقتل زول. خالد ابو الرهف واسمه شنو الحرب، انا ما بيني وبينكم انتوا. المشكله بين الشيء انت تدعو لقتل الشعب بعد البعد. واحمد كسله اول امبارح قال ده زول عربي وجنجويدي وما اعرف له، يتكلم كثير. الناس قالوا لي انا والله ما في والله ما شفته، لانه ما صراعي ما معك، صراعي احمد كسله ما معك، وما نفتح جبهات لكنيساري انا وانت. احنا عارفين الشغل ده ماشي وين، لكن في مشكله لازم نحل. الليله انا المواطن السوداني اللي حل شنو؟ ابدا يا مواطن السوداني انت قول لا للحرب، نعم للسلام، واذا تمت السلام اي حرب في الدنيا بجيب بالتفاوض. نظام اما قلبي في طارق بطل بيقول الناس لازم تبيدوم والناس لازم تخطوم في حدود، الكلام اللي بيقول ده كلام فارغ. كراهيه واضح. ابو سيف كذلك تالي بطريقته بيقول ما زالت يعني كلام النشان اللي كلام بتاعت الجمال بيقول بيدو فور بيدو المصالح بيدو هنا في بتاعت الجوزدونغو دي، الفيديو بتاع الجوزدونغو تحت نفس الطريقه دي. واحد امسيب بيقول الزرق ديل النوبه النوبه يعني النواب النسود دي طلعوهم لنا من الجيش ده لانه لنا ما بحاربوا. امسيب ذاته الخايد بتاعت الاعلام بتاعت المسيب الهسي انتوا عايشينه ده. واحد بيقول عبد الرحمن امسيب هو بيتكلم بزول كذلك بيتكلم بالجهل بنفس الطريقه. هو قاعد وين في الدول الخليجيه ده ما اعرف وين، لابد بهناك وبزج النار بتتحرك بانه حاربوا وامشوا حاربوا. خالد ابو الرهف قاعد في كندا بيقول اقتلوا بس اقتلوا امسى وسووا جنجويد وما اعرف ليه بلا جنجويد بلا معناته اقتل. ما بقدر اقول اقتل مباشر في اللايف لانه بخاف. عندك ده في باريس في فرنسا كذلك زول يعني هو اساسا بتاع بوليس زمانك زي ما صاحبه ده طلع له الكلام. ونحن ما نساري معك لان انت ما قدر الصراع احنا عارفين وين واجهته شنو وماشيين في اتجاهه. ما قاعد نساري مواطن ومواطن، لا ماشيين في اتجاه الغلط وشايفينه للغلط ده دايرين نمسحها من هناك ونبدا صفحه جديد دوله جديد وماشيين. انما هي دعم السري ده ذاته الهسي قاعد دي مش قادر يجيب الوطنيه والديمقراطيه وحاجات هاي كيب اوين ليتس جو. وصلنا هناك داير تنفرد بالموضوع كذلك كشن نقمشك من انقرتك ونبدا نسوق الموضوع بنفس الطريقه الى ان ترثي الديمقراطيه. المشكله وين؟ الدنيا اللي بجيب في راس الدعم السري؟ لا. بجيب في راس الجنجويد؟ لا. جو جنجويد هاربوا، جو ناس امباقه هاربوا، جو دفاع الشعبي شرطه اللي بتاعت الدفاع الشعبي، وعندك الدفاع الخدمه الوطنيه والخدمه الالزاميه وناس حجانه والمجموعات دي. في حجانه يا اخوانا ميليشيا، مش حجانه الجيش المطلوع على الاسم، لا في حجانه ميليشيا وتمليش اليوم. والناس بكورك اليوم الجيش يملشوا مواطنين تاني عشان يتم تحارب. ده جيش فارقه، ده مؤسسه فارقه لازم يسحب ويتبني مؤسسه من جديد لانه ده سيستم قديم. انا ابو دري ما بنفع كده تملش في الناس وما في الضمان وما عندها حق العدب. وين العدب؟ انت منك دعم سري جبته وحطيت في حراسه وفي كل المحلات. لا سميته ماليشيا. ما انت الملشتم صح؟ ما انت تحترم نفسك. ما هو مين الغلطان؟ ما وقت الحسابات 200. ما هو جاء بشير ومشى وما حسبته، فكيتهم فروا جروا الليله قال مشوا قالوا اسمه ما عندهم اساسا مشكله امره بقى 70 ما بيتحاسبوا. ما هيتحاسبوا؟ والله يتحاسبوا لما
اسمه شنو؟ هيتحاسبوا في الدنيا هنا ويوم القيامه. الي كرتي ذاته الليله اتحاسبت، الي كرتي الليله اتحاسبت ذاته. انتوا جماعه 3 4 قاعدين تك تك قاعدين بيدقوا هناك بيقروا، الي كرتي ذاته ها بقى من المحسوبين ونتحاسب معك هناك. الي لعنك الله. وكل مجرم ده شيء جزولي وده في خبده والي كرتي في. السلام عليكم. يعني اعمل فتن والامور ماشي، البلاوي كتير ما تذبذب. فيلم كبير، الشغله ماشي نظيف. وعد توعدوا لك ده بكره كلقيناك بكره انت ذاتك ما فيك، انت انا ده تلقون ما فيني، تلقون وين؟ او يا كفانا الله شركم ذاته، احنا ذاته ما نتلاقى. صلاح قوش ما اعرف لك مين كان جاك بكره تجونا في خرطوم نتلاقى، بعد بكره خرطوم ذاته حردموها. عشان كده يا مواطن في زمنك دي، والمواطن الباقي مواطن، ولكن ليس اي جبهه ولا اي ثوري ولا اي، لا، البتلي في الارض بايش المواطنين لسه ما مولودين، لسه ما مولودين البتلي بيعيشوا. انما هنا اكلنا وشربنا وسم ده اللي قدام. ما تقعد لك زول بانه قال تلاقيه ولا ده تقتل ولا خالد عيسر قال خالد عيسر ده واحد من الشماشه صاحب. ده في لندن هنا بتاع الصحفي اكتب في كلمتين اموت رقيه كده، شريط رقيه كده بكتب فيه، وده كلمات الرئيس اللي بكتبها. ودفاع وتسلط وشحادين بس لافين في بين التلفزيون الفلاني نمشي نقول له كلمتين يطفوا لي، وده ثالث كلام كم تلفزيون ضرب لنا احنا قلنا لهم لا نحن كلامنا مر وما تقبلوا انتوا. يضربوا لي يقول لك تعال نتكلم في حدود الفلاني قلنا لهم حدود دي ما عندنا. قدرنا نتكلم كده بروبلي زي ما انا بيريدوا، ما داك ما جايكم. اي التلفزيون هم اللي فتشوا بلقوا الناس واحد، لكن السمساره بيجوا بيدقوا في الزاويه للدوم. خالد عيسر هو بيتكلم ده بيتكلم في الزاويه، ما ادينه زاويه معينه يتكلم فيه ويجي هناك. وكلام ده هو زي يتكلم ده. مين هو؟ ومين بيعرف الناس اكثر من الاخرين؟ خالد عيسر دارفور بيعرفوا؟ ما بيعرف، لكن بيتصلبت بانه انا صحفي كاتب صحفي ما اعرف ليه هي كده. ما نقول الكلام، ولكن نقول يا شعب انت الضحيه ودولتك الضحيه، والسمسره في الحرب ما ينفع. السمسره في الحرب وقتل الناس لا ينجز في النهايه شيئا، انما هي انت جت ثمن. وفي النهايه اقول لكم يجب عليكم ان تطلعوا وتوقفوا الحرب انتم الا ان تزجوا الحرب. وقفوا الحرب. اتفاقيه لو جاء بكون في اتفاقيه، لو حصل اتفاقيه الجيش برجع، لكن المجرمين بيتحاسبوا، حميتي ذاته بيتحاسب. كيف ده؟ ما هو اتفاقيه لما يجي ويجوا الجيش يقوموا فوق، زي ما شفنا الولد ده قبل وين. والله يا اخي الواد اللي ينزلوا بكره نجيب نوريكم كانت يعني كيف تتعامل مع الاسرى. يعني شفتوا الواد ده شفتوه يتعامل مع اسرى كيف قبل. و يبدو لي التليفون بتاعتي شايف لك شغله بغالي ما اقدر نوصل، لكن المهم يا حبذا شوفوا التعامل بتاعت الاسرى بيتعاملوا معهم كيف. يعني ده كله بالنسبه، لكن هذا الجيش يمسكوا عادي انتوا جنجويد انتوا ودوا انتوا جيب ما كده. الجنجويد جبت انت عسكري بتاع الجيش، اي همتنا انت اول امبارح قلت حيوا انتوا ضباطك ده قريب حي. مين هو الغلطان؟ انا دي مين ادامه التشارات دي؟ مين الجاب خلاهم بيقولوا 170,000 مقاتل؟ مين هو الغلطان؟ انا وين المشكله مع الحاجات دي؟ هو انتوا جبتوا صح؟ انتوا مشيت كركرتوا برهان لو لقيتوا من جبال جابوا برهان اليوم برهان اليوم ده بيسارع. برهانك ده البطل الساكت دي بيسارع من اجل بقائه هو، وبيفتش في برنامج بتاع افلام بتاع امبارح يدوني دمانه لكي نطلع ونمشي سعوديه ونعمل الخمه العربيه. طلع لكن لقى زمن is very too late my friend. قام اعتذر لنا جامعة الدول العربية، قال لهم انا ما بقدر بمشي عشان بحضر خمة الدول العربية. شنو يا كلام فارغ صحيح. الدول العربية شنو يعني؟ خمتهم خمة ايه؟ كلام صحيح. وينه؟ عملوا شنو يعني؟ ما انهم قرار تطير. والله الطير انهم قرار اكثر من جامعة الدول العربية صدقوني.
عشان كده قال لهم انا ما نقدر نجي، هو ما تقدر تجي ولا عربات عشان تطلبوا ذاته، ما في وما في لك طريقه. برهان ما تحذر بالنار، بلو بل ما اعرف ذاك جماعه جاهزين خراطيشهم هسي، خراطيش وبوابير ومويه جاهز يعبوا لك في مع حفره ما القيد هسي هيتأبى. برهانها بكره يا يطلع يا يغرق هناك، تطلع فوق تنبل برا يا تنبل تحت، اثنين. انت قلت نبلوا بل قصر الجمهور بل كله بمويه ما يبل بنار. وناس جايين بيقول لهم من اكبر او من نار مدفعيه وشنو الاوهام اللي بيشيل بحركوا بيه شوارع ده سلاح دم. بحرك السلاح زي ده زول غبي بليد وما بعرف تكتيك، ويقول لك قدام السرير جولوا دخلوا في حله ودخلوا بهنا ودخلوا زول الدقاء لدام السرير محلاتهم بالطيران ده غدم دام السري، بس غدم دام السري وليس غدم الجيش انفسهم. دقا قطع حبل المشكاشه ديل فروا في الشوك دخلوا الحله يتشيك. من هو الغلطان؟ الزول لما يكون عنده مركز ده وما عنده ملجا ده حيكون شرس وحريص. هومليس يا قال لك very careful and homeless people. زول مودر بيته ده عامل منه حسابك لانه بيكون غضبان، يعني هيشكل لك شكل عنيف وبدواس مر زي ما انت ما تعرفوا. وبعدين يعني الفتره هم كله في عرباتهم فوق دي، يعني ما انه هاي جديد، ما انه هاي بخسروا يعني. دخلوا في بيوت، دخلوا في محلات، اضربوا البيوت. بحري قال مواطنين اعمل كاري اون من البحري عشان وين مشى عشان هم يضربوا بحري. فكرة بتاعت دواعش بالضبط ما يسوء الآن في السودان، فكرة بتاعت الدواعش. البخود الجيش ما برهان، البخود الجيش ده في مجموعة داخل الحركة الإسلامية ما يقولوا المؤتمر الوطني مقلف بإعلاميهم السرد الإرشادي اللي بيتحرك أقوال المسلمين، إما اللي بقول لهم أنصار السنة. ده السرد بتاعت الإنشاء بتاعت الحركة الإسلامية، هم مجموعة واحد. يعني أنصار السنة مجموعة واحد مع الحركة الإسلامية مع كيزان مع الكوزن، كلهم تيم واحد شغالين ديلك في دعوة. وده اللي هنا في المؤتمر الوطني دي مجموعة حاكمة في الحزب، كلهم واحد. قلت لك الناس دي ما مختلفين. عشان كده يجب عليكم أن تفهموا، والعادي هنا ممكن يكون وصل، لكن برهان الدموع في حفرة الخليج بل ويمرق من حفرة دي وكفاية، يعني كفانا الفيران والحوز دي يجني إلى السلم ويمشي يوقف الحرب. حميد مجيد الكل يد الى السلام ولا للحرب، نعم للسلام، السلام عليكم. ده ممكن ببقى، لكن الخلاف ده حرب ده هيطول والخساره بقى اكتر وبموت الشعب اكتر من اللازم، ونحن لا نريد الحرب، نريد السلام. السلام عليكم. قدام يا ناس قدام